السلام عليكم. خبر عاجل: رجوع مرض الديفتيريا في الجزائر لأسباب الخطر والوقاية بالتلقيح. السلام عليكم خاوتي، معكم أخبار متنوعة دي زيد. واليوم نحكي على موضوع صحي مهم بزاف وضروري يعرفوه كامل. مرض قديم كنا نظنه باللي اختفى نهائيا، رجع يطل براسه في بعض الولايات وبالأخص ولاية سكيكدا. نحكيو على مرض الدفتيريا أو كما نقولوا له بالدارجة الخناق. مرض خطير ينتقل بسهولة، لكن الحمد لله نقدروا نحميو رواحنا منه. وشنو هو مرض الدفتيريا؟ الدفتيريا هو مرض بكتيري معدي يسببه نوع من البكتيريا. هذه البكتيريا تستقر عادة في الأنف والحلق، وتفرز سم خطير يقدر يدمر الأنسجة، ويسبب صعوبة في التنفس، التهاب حاد في الحلق، وحتى مضاعفات على القلب والأعصاب. يعني ماشي مجرد زكام أو رشح، هو مرض نادر وقادر يهدد الحياة إذا ما تعالجش في الوقت. كيفاش نعرف باللي الواحد مصاب؟ الأعراض تبدأ خفيفة ولكن تتطور بسرعة: التهاب قوي في الحلق، صعوبة في البلع، حرارة مرتفعة وتعب شديد، غشاء رمادي أو أبيض يغطي الحلق واللوزتين، علامة مميزة لمرض الدفتيريا. تورم في العنق وصوت مبحوح. وفي الحالات المتقدمة السم اللي تفرز البكتيريا يقدر يؤثر على القلب والأعصاب وحتى الكلى، يعني لازم التحرك السريع والذهاب للطبيب فورا. علاش رجع هذا المرض والأسباب الرجوع تاعو؟ سؤال اللي يطرحوه بزاف من الناس: يا أخي المرض كان اختفى وعلاه رجع؟ الجواب بسيط: نقص تلقيح في السنوات الأخيرة. بعض الناس ولاو يخافوا من اللقاحات والله يتهاونوا فيها بسبب مرض الأطفال، وكاين ما يكملوش البرامج التلقيح خصوصا في المناطق البعيدة، والبكتيريا تلقى الناس ما عندهمش مناعة كافية ترجع تنتشر من جديد. إذن رجوع الدفتيريا ماشي لغز، هو نتيجة نقص الوقاية، والحل واضح: هو التلقيح. التلقيح ضد الدفتيريا متوفر، مجاني وآمن جدا، يتعطى للأطفال في إطار البرنامج الوطني للتلقيح مع أمراض أخرى كما الكزاز وتيتانوس والسعال الديكي. والكبار أيضا يقدروا يديروا جرعة تعزيزية كل 10 سنوات. اللقاح هذا هو اللي خلانا نقضيو على المرض في الماضي، ومعاه نقدروا نحافظوا على سلامتنا وسلامة أولادنا. ما تصدقوش الشائعات ضد التلقيح، العلم هو المصدر الصحيح. لو تشوفوا شخص عنده أعراض تشبه الدفتيريا لازم يروح فورا للطبيب. حافظوا على النظافة الشخصية وتجنبوا الاحتكاك بالمصابين. شاركوا المعلومة التوعية ضد هذا المرض، مرض الدفتيريا. مرض الدفتيريا يرجع يذكرنا باللي الصحة مسؤولية جماعية، نقدر نمنعوه بسهولة لكن فقط إذا كنا واعيين. التلقيح هو خط الدفاع الأول، ماشي خطر بل حماية. خلونا نكونوا مجتمع واعي، نحميو أولادنا ونحميو بلادنا. كانت معكم أخبار متنوعة دي زاد. تابعونا للمزيد من الأخبار الصحية الموثوقة، وما تنسوش تشاركوا الفيديو باش تعم الفائدة وتوصل الرسالة لكل الناس. السلام عليكم ودمتم في الصحة وعافية.